إرادة الشعب المصري وحده هي التي تحكمنا. كلمات حاسمة تعيد للجيش المصري دوره الرئيسي في كل الأحداث الحاسمة في مصر، وتحفظ له احترامه ومصداقيته في الشارع المصري. ومعها أيضا يبرز اسم الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد. فمع تطورات الأحداث في مصر وتفاقم الأزمة فيها، برز عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة كاسم فرض نفسه بقوة على المشهد بعد تدخل الجيش وإمهاله جميع الأطراف مدة 48 ساعة لإيجاد حلول مناسبة لإنهاء الأزمة. تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، عمل في سلاح المشاة، وعين قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية. تولى السيسي منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وقد تدرب في الولايات المتحدة وبريطانيا مثل العديد من الضباط المصريين في الجيش. في أغسطس 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بتعيين عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة خلفا لمحمد حسين طنطاوي، وحينها ارتفعت أصوات بأن السيسي هو رجل الإخوان المسلمين في الجيش، ولذلك نال ثقة مرسي لتولي هذا المنصب. غير أن الأحداث الأخيرة أدت إلى فرض هذه المواجهة بين الجيش وحركة الإخوان لتزيح عن الرجل هذه الاتهامات بعد وقفته القوية المنحازة للشعب المصري. ويخطئ من يعتقد أنه يمكن الوقوف أو التصدي أمام هذه الإرادة أو مجابهتها بالعنف. ظل السيسي يؤكد دوما أن الجيش لا يتدخل في السياسة، ودعا مرارا الساسة المتناحرين لتسوية خلافاتهم. وعلى عكس ما حدث مع الشعب المصري إبان ثورة يناير 2011 عندما أصاب الرعب الناس إثر تحليق الطيران الحربي على مستوى منخفض في سماء القاهرة، إلا أن السيسي اليوم يرسل رسالة تطمين للشعب المصري بأنه حتى طيران الجيش يقف حاميا لهم ولإرادتهم. عماد الدين همام، العربية.